حضرات الساده المشاهدين، بعد مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير. حلقتنا النهارده حلقه اوعى وشك، ومخرجنا النهارده مخرج. يلا نشوف. نظبط الكادرات. عايزين ميديا مع الاساتذه هنا. استاذ اشار باحمر هيعمل معانا ريفليكشن، هيفيدنا في الاستوديو من هنا ومن هنا. ايوه، سرور بتاع النور، سمير بتاع التصوير. جاهزين؟ كله جاهز؟ يعجبني. 3 2 اكشن. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم الأم المثالية. معانا النهاردة نموذج يستاهل لقب الأم المثالية، الأم اللي تعبت وشقت وربت. ومعانا كمان حاجة جديدة خالص، مدام سماح والزوجة سماح والابن حسام. أهلا بكم في برنامج. اهلا بحضرتك. ودلوقتي هنسألهم شوية أسئلة بس بعد الفاصل. خدوا بالكم. حنكش، ايوه يا ستو. تعالى. ايه حكاية دحروج ده؟ يا استاذ دحروج، مم. بدحرج التماسي. لا ما تدخلوليش كل شوية، طب والله ما بدخله. ده لو مجنون انت عارف. أصلا. معلش يا جماعة، لا مؤاخذة يا جماعة، معلش. انا متستغربوش بس. اهو الكادر جه هنا اهو بالقرعه بقى وتحت الكادر مشي. في ريحه مكمكمه، في ريحه مكمكمه. الكادر في مشي. ريحة جزم، في ريحة جزم. معلش، ريحة الناس. انا مسميها جزم. مرحاض هنا. ما راحيش. فين انا شايف التعليم هنا من شويه. آه. محدش شاف الكاميرا. مش قدتك عمتنا يا استاذ. معلش يا جماعه، انا اسفه. جاي نشتغل يا دحر. أهو. يلا يا حبيبي، احنا اسفين يا جماعه. دحروج. يلا يا دحروج، عايزين نخلص. يلا قدامنا بقى. يلا هوا يا حبيبي، هوا المكان حر. يلا بحب الدخان، سموك. فين سموك؟ انا صارف سموك. فين؟ يلا هنصور. 5 4 3 2 هوا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنسالهم شويه اسئله. مدام سماح، ربيتي حسام ازاي؟ ثبته ان هو مؤدب وكويس وطول عمره حنين علينا. مدام سماح، شايفه ان اسلوب التربيه كان كويس؟ حسام، نعم. ايه العيوب اللي شفتها او حسيتها في تربيه مامتك ليك؟ مفيش حد بيشوف عيوب والدته ولا عيوب تربيتها. اكيد في حاجه كانت مزعلاك. يعني ما اعتقدش في حد حتى لو زعلان يعني لازم، يعني مهما كانت امه فمش هيزعل منها. انا ليه حاسس ان الواد جاي برنامج كلام من ده؟ طبخ حلو الصراحه. لما رحت تخطبي سماح كنت مرتاحه؟ الحمد لله، انا اللي مختارها له على فكره. مدام سماح، شايفه حماتك مريم منيب ولا كريمه مختار؟ لا، كريمه مختار. على طول؟ على طول. احترم العيله اللي واثقه ببعض. ده برنامج. لا عادي، هي كويس. مش هتزعل على فكره. لا هي عارفه. كويسه معاك الحمد زي لله. مامتك يعني. الحمد لله زي ما هنروح فاصل ونرجع لكم مع اسئله ست الحبايب. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع اسئله ست الحبايب، وهي فقره الاربع اسئله اللي هتجاوبنا عليهم بكل صراحه علشان تاخد معانا ال10000 جنيه، ودي جايزه البرنامج. تعالوا نشوف السؤال الاول. اسرار بيت ابني ما تعرفيش حاجه عنها؟ عارفاها كامله؟ ما بحبش اتدخل فيها. شوف الاجابه. عارفاها كامله. ايه يا حسام؟ نعم. ايه ظروفك؟ مامتي. بتحكي كل الاسرار؟ دي مامتي يعني. ايوه، بتحكي اسرار بيتك؟ يعني مش بحكي اسرار، يا مامتي فلازم تبقى عارفه كل حاجه عني. سمعني صوتك كده. والدتي لازم تبقى عارفه كل حاجه عني يعني عادي. كل حاجه. متربي يا حسام، كل حاجة متربي. يعني. في حاجات خاصه وفي حاجات مش خاصه يعني. بس شكلك عارف حكي الخاص واللي مش خاص. يعني عادي في حدود الخاص بس علي اللي صوتك شويه. في حدود الخاص بس يعني. انت راضيه ولا معترضه على كده؟ لا طبعا معترضه، المفروض اصلا هو معرفني انه ما بيحكيش حاجه. تمام. طب تعالوا نشوف السؤال التاني. مرات ابنك بتستحمى كل يوم، اسبوع، عند الحاجه؟ معلش، هو سؤال محرج شويه بس عادي، هي لازم تجاوب بكل صراحه عشان كل الكيف. شويه. هنشوف الاجابه. بص انا عند الحاجه. انت بتستحميش يا سماح؟
لا طبعا في حد ما بيستحملش، يعني ايه مبسوطة عندك ليه؟ حاجه انا مش دي؟ شايفه. لا ده أي غلط انبساط غلط، كده. هي ممكن تكون اوكي متجوزة انا عايزه غلط. اعرف، انت بتستحميش اه يا سماح، ولا ما بتبقى إيه بتستحميش. كده مناسبة في المصيف لا. كده يعني؟ في المصيف لما بروح البحر. ايوه. ايوه. طب اهي الاجابه. هو من عندي استاذ حسام، نعم. مدام سماح بتستحمى كل قد ايه؟ يعني ممكن كل اسبوع. لا علي صوتك وقول لي بصراحه. ممكن كل ليه اسبوع. متجوز عيسوي ولا ايه؟ ايه كل اسبوع دي؟ تصدقي في شبه كبير من احمد راتب لما كان عامل عيسوي. مش عايزاكي تزعلي كده. عادي. لا خليك ازاي ما هادي. زعلش يعني؟ دي اجابه غلط. هو مش هينفع يكذب والدته وهي بتجاوب بكل صراحه عشان الجايزه. بكل صراحه تطلعي سيبها على عيني شكل حريتها. وحش يعني؟ ماشي على حريتها. انت شفتي اللي هي كانت قاعده هي اللي تقول الكلام ده؟ طب هي الاجابه دي بتاعتي، دي اسئله البرنامج ودي اجاباتها، وبصي عليها تلاقيها اللي بتجاوب مش انا. لا مش اجاباتها. طب اوكي متأكدة اوكي إن مش غلطت. هنشوف السؤال التاني. اوكي. كنت راضيه عن جوازة ابنك بنسبه 20%، 80%. عملت كده عشان خاطر ابني. عملت كده ايه؟ غلطه يعني ولا ايه؟ عملت كده عشان خاطر ابني. غلطه يصلحها ان شاء الله. غلطة وندمان عليها وبقول لا، لك هو المفروض رأي واسمعيها. والدتي يعني هي لا حرة انا عايزه فيه. اسمع صوتك عشان خاطر لا أسمع. يا رأيها هي، يعني هي حرة فيه. ورأي والدتك وانت مالكش رأي ولا ايه؟ أكيد لو مش رأيي ما كنتش ما قاعد جنبك تتعصبيش، دلوقتي. ليه ما تعصبش ازاي؟ خليه ايه يجاوب الاجابات عليا دي؟ ده كله بصراحة. غلط. ليه كله غلط؟ اكيد مش واخده يعني ايه عشان تخليص خاطر حق ابنها؟ ولا بدلك بحاجه. بدلني بايه؟ هو انا كوميديين وهيغيروا بالكرسي؟ انا مالي يا مدام سماح زعلانه ليه كده؟ اهدي كده، اهدى ازاي؟ وسعي صدرك كده عشان نشوف بقيه الاسئله. هو معانا لسه في اسئله تاني؟ السؤال الرابع آه. الاخير. ان شاء الله. لو ابنك وقع في مشكله ماديه، مراته اكيد عرفت الاجابة يا سماح. هتحاول تساعده. رد من قبل ما ماما لا جاوب. هي جاوبت. هتبيعه في اول مشكله. لا والله. انا مش عارفه انت فيكي ايه. فيا ايه؟ فيا كل انت حاجه طلبت انها غلط، كله تقف غلط. جنبك في حاجه؟ ممكن ثواني. ممكن يكون هي رأيها هي عشان هي فاهمها أكتر مني. ليه هي اللي قاعده معايا ولا ما أنا؟ تقلقش من مش الاجابات. هي. لا مصحى مصحى يا بتقول رأيها سماح. بصراحة. تقول رايها ازاي في حاجات ده غلط؟ مش رأيي أنا، كل ده ده غلط. رأيها لا هي. مفيش حاجه مدام اسمها رأيها رايها. هي حرة في رأيها. ما ده كل واحد ازاي حر في ازاي رأيه. حرة في رايها؟ ايوه طبعا دي حريه شخصيه. ازاي حريه والست شخصيه؟ صريحة هي جدا. عارفاني، هي وعلى عارفاني، عارفه فكرة ان انا ما سبتش هتاخد جايزه مشكله ماديه البرنامج دي. عشان صراحتها. تاخد جايزه 10,000 10,000 كلام جنيه. غلط يعني. لا، انتوا عاملين مؤامره بصراحة. عليها عشان هي تكسب 10,000 جنيه ويبقى مؤامرة شكلي ايه يا وحش؟ مدام؟ احنا برنامج محترم. ماشي برنامج محترم على عيني وراسي، بس هي تقول كلام غلط عشان تكسب 10,000 لا هي جنيه. بتجاوب على الفلوس اولا سمعتي تغير من سمعة ابنها، لما تخلي انا النفوس. شكل وحش يبقى سمعه ابنها شكله وحش. هو انت بتبصي لي كده ليه؟ انا بقول انا لك كلام شايفاكي غلط. متعصبه ما قوي. اتعصبش لما اسمع الكلام ده. استاذ حسام، نعم. ايه الحكايه؟ وقفت جنبك في مشكله ولا لا؟ يعني ممكن وممكن لا. هو ايه اللي ممكن ممكن لا؟ مفيش حاجه. واطي يا مان. سهلة، مشكلة سهلة اديتك تقف كتاب فيها. قبل كده؟ الشبكه مثلا. مستحيل. ابسط حاجه. مستحيل. معلش شكلها ماسكه شويه بس عادي. ماسكه ايه؟ ما هو اللي مش بتستحمى يبقى ما تديش ازاي حد ما حاجه. بستحملش؟ في حد ما بيستحماش؟ انا مالي؟ انت ما تقوليش كلام انت مش عارفاه. انا هي بقول قالت انت اللي ما قصادي. تقوليش. انا اهدي بقول اللي طيب. قصادي. لا ما هديش انا. حماتك اللي عايزه. موضوع الحمى حماتي ايه؟ حماتي هيجنن. كلام غلط خالص. ابقي اساليها لا بقى. ما اسالهاش. يعني انت قاعده انا مامتك عارفه ان انت كدابه بتقولي انت متوقعه ان ده طيب. يحصل. انا اهدي مالي؟ طيب. عكس هو ايه انا اللي بقول أنا ايه؟ هي اللي كانت هنا هي اللي جوه. بتجاوب. هي اللي بتجاوب. ما هي اكيد مستمده ده منك انت. لا مش أستاذ مستمد، حسام، أكيد مامتك رأيها، هي بتكذب. حرة في رأيها. لا كل واحد حر في رأيه. يعني ايه انت قابل كل الكلام ده عليها؟ مش هي قابل بتكذب، يعني، شايفة هي كدابة، رأيها ربتك على الكذب والكلام ده كله. لا اللي انا شايفاه العكس اللي هي قالته لا. خالص. ده لا. كذاب ده. بقى ماما بتكذب. مفيش جايزة، مفيش 10,000 جنيه. مش ما تتكلميش هو اللي بيحصل. لا ما بتكلمش في غياب. ما تمشي انت ايدك. هتمد ايدك علينا، انت مش عارف تتصرف. انا عايزه نتصرف افهم. ايه؟ دي أمي دي، ها؟ هي امك في البيت مش امك هنا. ما طب تخليش اهدي شكلك طيب. وحش قدام الناس اهدي كلها. طيب. اهدي صحيح. هو ايه اللي اهدي ده؟ اهدي. ايه ده؟ ايه ايه يا سماح ايه ايه؟ اللي يا بنت خليته فيها عيب؟ استاذ حسام، نعم. مامتك كدابه ولا مش كدابه؟ لا مامتي مش كدابة. لا يعني كدابه. صريحه. لا مش أكيد. صريحه. ده اللي انا كنت عايزه اسمعه. خدوا بالكم خدوا بالكم. ايه مالك في ايه؟ برافو عليك. حبيبتي بكل صراحه. الله هتاخدي يخليك. جايزه البرنامج. الله هو ايه اللي يخليك يا خلاص؟ حبيبتي الله يبارك. هو ايه اللي ميرسي يا خلاص؟ حبيبي. انا اتكلمت من قلبي والله. من في قلبك؟ ايه؟ في ده من ايه؟ قلبك؟ مالك فيكي ايه؟ بتعملي كده عشان خاطر اسكتي يا حاج. مالك اسكتي، انت مش عارفة حاجة. حصل؟
ايه اللي حصل؟ قولي لي مالك. ايه اللي حصل؟ مش انا قلت الصراحه وقلت الحقيقه. صراحه ايه؟ صراحه ايه اللي انت قلتيها؟ في ايه ايه؟ اللي حصل؟ قول لامك انت خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ في البيت ولا حصل؟ ده حصل في البيت ولا حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ طيب قولي لي، فهميني في ايه؟ ده حصل وحصل وحصل ما حصلش لسه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا سماح والله يا ايه؟ وايه اللي جاب المواضيع ديت؟ وايه اللي خلاك تتكلم في الكلام ده؟ انت ورا عشان ايه ده؟ ما كلمهاش كده عيب واتكلم علينا. ايه ده؟ عيب يا ماما، انا زي والدتي قبل ما تكلميني بالاسلوب ده. انا قلت ايه؟ قلت اللي في قلبي، قلت اللي انا عايزه اقوله، انا نفسي اقوله قلته. والله ايه؟ والله على اساس انت كنت بتمثلي الاول عيب يا جماعه كده، عيب يا جماعه كده. عشان 10000 جنيه خلاص. 10000 جنيه على فكره مستهون بيه عيسوي يا اخويا، عيسوي ده مجنون. كده يا جماعه ما ترجع المادة ايه؟ خليها تسكت. صلوا على النبي يا جماعه. مش هتبايسي ابني بالعكس كده. عمرك، وكويس اللي هو قابل ويتجوز. لا والله ممكن نسأل ده سؤال؟ انا غلطانه ان انا دخلت عيله زي عيلتكم. ممكن اسال سؤال؟ خلاص ممكن تسكتي؟ هي حسك بتستحمى انت كل وهي. قد ايه؟ على فكره انت مالكيش ان انت تسالي سؤال زي ده. كل شهر مره ولا سنه مره. لا والله بستحمى في المصيف لما بروح البحر. مش عايزين نتكلم. انت زعلانه من الصراحه؟ ولا بتعرفي صراحه ايه؟ احترمي صراحتها. صراحتها. هل تعقل ان في واحده ما تستحماش غير كل سنه انت مره؟ قلت ان انت عيسوي. عايزه بقول لك انت متجوز عيسى. كفايه بقى يا مالك، حرام كده كفايه. مش تتكلمي اساسا. تعرفي تعملي اي حاجه. يبقى انت كنت ولا بتتكلمي بتعرفي بقى. بس يا عيسوي وطول النهار نايمه. لا والله هجوزوا ست. مفيش ست يا طنط لما تاخدي الجايزه ان شاء الله. لفيتي على طول رجليكي مش هتجيبي واحده ان شاء زيي. الله. ممكن ولا انت ولا بلدي كلها تعرفي تجيبي واحده زيي. انا جيت في عيلتكم يا طنط يا طنط يا بنتي خلاص. 10000 مش جنيه انا. ما تتكلمش معايا كده، انت سامع ولا لا؟ لان هي ما تستاهلش غير كده. ايوه صح. اديها مالك، اديها. انت طلبتي عليا ليه اصلا؟ مشكلتي مش انا معاكي مالي يا دي ستي، اجابتها. مشكلتي معاكي لان انا رديت عليكي مدام سماح اسمعيني. مش هسمع حاجه. ممكن تسمعي؟ مش عايزه لا اسمعك. هتسمعي. لا مش عايزه اسمعك، وانا لعلمك مش هكمل معاكي البرنامج. ممكن ثانيه واحده؟ انا خدت حقي ومش ده مبسوطه موضوع. من اي حاجه لان ممكن كل الناس تقولي عارفه ان الحقيقة؟ انا حطاكي فين بقى؟ الحقيقه انت هتفضل ساكت يا جماعه. حسام عامل فيكم مقلب انت وهي. ايه ده؟ ماشي يا عيسوي؟ ده انا هونت عليك اللي الادب بتاعتها ديت. نرفزه بقى، نسيب النرفزه مع بعض كلنا. خش بقى. انت مجنون، انت ازاي تعمل كده؟ خلاص بقى عيسوي بقى خلاص. بقول لك مقلب. ما هم بنوا على حياتهم. ممكن تقعدي؟ هم بنوا على ممكن تقعدي حياتهم. تسمعيني؟ لا هم بنوا على ممكن تقعدي حياتهم. مدام سماح؟ بيهزر معاكم. ليش على الأدب فكره فيها؟ ممكن اقول لك حاجه ثواني يا طنط لو سمحت؟ الاسئله اللي جاوبت عليها مالكيش دعوه بيها. ازاي اذا كان كل جاوبت على السؤال حاجة تانية. بالإجابة قدامي. اسمعيني. السؤال ثانية بالإجابة واحدة. قدامي. ده مقلب مش وهزار. مقلب. ينفع كده؟ ممكن حتى لو مقلب هم بنوا على حياتهم. ما جاوبتش على الاسئله دي امال خالص. جاوبت على ايه؟ اسئله تانية تخصنا احنا. تخصكوا ازاي اذا كان السؤال والاجابه ممكن قدام تسمعيني؟ الشاشه؟ ممكن تسكت؟ اتضايقت بالمقلب نفع. خلصني يا دحروك في الليله السوداء دي، مش مقتنعه ان هو مقلب. يا يومك الاسود. هم يطلعوها عليكي وانت تطلعيها علينا. ممكن تسمعي؟ اه والله. مقلب وبجد مش مقلب. ومتفق عليكم مش مقلب. ومتفق معانا. انت رضيت ان انت تعمل حسام امك؟ انا ما بستحماش الا لما بروح المصيف. انا اصلا ما بروحش المصيف. اوعي يعني معنى تقولي كده على ان انا ما نفسك كده. بستحماش ده اساسا. مقلب وده هزار. حسام خلاص بقى. ايوه كده الضحكه الجميله بقى والله بتحبك. انا عيسوي. انا عيسوي يا ستي وبوسي على دماغ ماما. شهدنا فتنا عملنا خطة كتاكيب وقلبني وطة. انت جاوبتي على ايه طيب يا طنط جوه؟ اسئله بسيطه خالص وما أوكي. فيهاش اي سيرتك. ممكن يا سماح تسمعي ما كلام؟ جاتش سيرتك خالص. انا هوريكي أمال الاسئله بس قومي بوسي على دماغك. هي اللي تبوس على دماغي. كده عيب. لا انا ببص لا على دماغك. كده عيب، دي في مقام والدتك. مقام والدتي وهي أيوة. عارفه هي ايه بالنسبه لي. طب هي والدتك وانت بنتها وانا قلت ده مقلب وحاسبي جوزك بقى في البيت. يلا قومي بوسي على دماغك. يلا. بعد ما قعدت تشتمني وتقول لي عيب كلام عيب. هي مش سيبك. فاهمه انت زعلانه ليه. ما فيش حتى لو انا مش طب عارفه يلا. انا زعلانه ليه انت تفهم بنت مني جميلة الاول. ومحترمه ومتربيه وهي وكل عارفه بنهزر بحبها قد معاكي. ايه. وقومي بوسي على انا هصالح مامتك بس مش هصالحك انت. تمام كده. حسام حسابك في البيت، يبقى بات على السلم لما نبقى نروح. وانت مروح انت هتبات على السلم اصلا. هي دي روح المحبه. انت تسكت خالص. باين عليا مكروه في المكان. انا حاسس. ممكن أيوة. اخلص؟
ممكن اختم اتبسطتوا الحلقه؟ معانا؟ بجد اتبسطتوا؟ نرفوزه لازم تطلعها. اسمع دي معلومه دي. عادي، هو عارف ان الموضوع مش فارق كتير. يا جماعه احنا قلنا ده مقلب. حاسبي حسام بقى على السلم وانت ماشيه من هنا، اوكي؟ ده لو شايف السلم. نورتينا يا طنط. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي ليكي انا قوي. مبسوطه ان انا اتعرفت بيكي. خلاص بقى مقلب جديد بقى خلاص. وهنشوفكم تاني في حلقه جديده مع اسره تانيه ومقلب جديد. حماتي ملاك.